السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم البنات ان شاء الله راح نديرو مع بعضنا واحد الكاطو تاع نشا بنين بزاف ويهبل، وما المقادير تاعو ان شاء الله موجودة في كل بيت، وطريقة التحضير تاعو سهلة بزاف ان شاء الله. هنا البنات عندي 3 بيضات، بسم الله. نديرو المقادير مامطون، نبداو نحضرو. عندي كاس فرينة، نص كاس زيت، ونص كاس سكر عادي، وعندنا نشا، وعندنا المعجون اللي نخلطو به، وعندنا لافاني والخميره والكاوكاو مرحي ومقلي باه نلصقو به الحواشي ان شاء الله. هنا راح نشوفوا مع بعضنا طريقه التحضير. هنا البنات ندير لهم رشه تاع ملح، من بعد البنات نحركوا البيض كما راكم تشوفوا، نضيفوا الزيت، نزيدو نحركوا، نضيفوا السكر العادي، نخلطوا مليح مليح، من بعد نضيفوا لافاني. هنا لافاني البنات في المرحله هذه باه تنحي لنا زفاره تاع البيض، ديروا ملعقه تكون مليحه لاباس بها، واللي عندها ليكيد دير ليكيد. نزيدو نخلطوها مليح البنات، من بعد نضيفوا لافارين هي الاولى، من بعد نضيفوا الباكي تاع الخماره، من بعد نبداو نضيفوا النشا بشويه نشيحوه. هنا البنات ملاحظه، حذاري ديروا العجينه تاعكم تكون شايحه بزاف، باسكو لو كان تكون شايحه بزاف راهو وقت الكاطو يجي يوقف وما يجيش طول مليح ويجي ثقيل بزاف. باغ كونطخ كي ديروها ماهي ثقيله ماهي خفيفه، تجي شوي شوي، باسكو باش تجيكم هايله ويجيكم خفيف ويذوب في الفم، باسكو لو كان تكثروا راح يجيكم ماهوش مليح تماما. انا البنات هنايا نشاده لي حوالي رطل، يعني ما ديباساش رطل. هنا البنات كيما راكم تشوفون نكوروا الكويرات نتاع الكاطو هذا، نديروا دويرات صغار بحجم البيضه نتاع الحمام. ما ديروش البنات كبير بزاف باسكو راح يضاعف الحجم تاعها بزاف وراح تجيكم كبيره بزاف. بصح لو كان ديروهم متوسطين صغار شويه راح يضاعف الحجم تاعهم وتجيكم سوا سوا. ملاحظه برك ثاني البنات، كي ديروهم دويرات تعبزوا عليهم شويه فوق بيدكم يجيو مبلاطيين، ما تجيش مبومبي، تجي مبلاطيه، باسكو من بعد راح يضاعف الحجم تاعو وراح يجي بومبي وحده. دونك لو كان ديريه بومبي مدور راح يجيك معجن. اذا نعبزي عليه كيما شفتوني من قبل هكا، عبزت عليه شويه بيديا. هنا البنات ندخلوه من الفرن يطيب، ويكون سخون شويه الفرن تاعكم، يطيبوا غير من تحت، جوست تشوفوهم تشقوا من فوق، طفيو عليهم وخليوهم حتى يبردوا. هذا البنات الكاطو يتقدم مع العصيره، يعني يجي مع المشروبات، تقدروا تقدموه حتى في العيد ولا المناسبات. سي بوغ سا البنات قلت لكم ديروا حبه صغيره، باسكو من بعد يولي يطلع، يولي شغل يتنفخ ويتبومبا، يجي شغل يشبه لي ماكارون. ما قلناش يا ماكارون بصح يشبه لي ماكارون. الفوق يطيب بيض، ما تشعلوش عليه طول من فوق. الفرن تاعكم يكون سخون مليح، وما تشعلوش عليه من فوق، يطيب غير من تحت. كي يتشقق من فوق سي بون راه وجد معانا. دوك نشوفوا التزيين. هنا البنات كما قلت لكم عندنا المعجون تاع المشماش ولا اي ذوق تحبوه، كما راكم تشوفوا نحكموا تحصلوا على اللون هذا الوردي. بالنسبه للنصائح نتاعو انك ما ديريهش بزاف كبير، يجيوك دوائر كبار بزاف. كما قلت لكم ديروا دوائر صغيره وعبزوها شويه بيدكم باسكو يطلع يجي بومبي. هنا تبغيو ديروا نواه كوكو ولا كاوكاو ولا لوز ولا جوز يكون محمص ومرحي. انا راح نكمل التزيين تاع باقي الكوعيات ونرجعوا نشوفوه مع بعضنا ان شاء الله. في الاخير هاوليكم الكاطو تاعنا بعد ما وجد معانا، دار لي رطل نشا حوالي 36 حبه. نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. دونك البنات من بين النصائح المهمه بزاف، ما تكثروش النشا، ما تجيش العجينه يابسه وما تجيش طريه بزاف، تجي طريه بزاف تهبط، وتجي يابسه راح يجيكم شايح فوق القانون. اذا نديروها عجينه طريه نوعا ما. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي امان الله.